وتاني تاني تاني ماتشات القمة تاني من الحب يعني. تاني تاني تاني. اهلا وسهلا بيكم حبايبي وحبايب القناة. احنا لسه قناة صغيرة بس بدعمكم لينا هنكبر سوا. واكتبوا لنا في الكومنتات يا جماعة عايزين نعرف محبي البرنامج الاوائل. يلا بعد اللايك والشير والسبسكرايب هنتكلم عن كل حاجة تخص مباراة القمة، من اول التشكيل المتوقع للفريقين لحد ما هنتكلم عن توقعاتنا على احداث المباراة. ومش هنتوقع النتيجة بس، لا هنتوقع كل السيناريوهات المحتملة، وكمان هنتوقع التشكيلات الغلط اللي لو لقينا يانيك فريرا او عماد النحاس بادئين بيها تروح تجري على طول تاخد حباية الضغط علشان اللي جاي مش خير خالص. يلا اسيبك تجهز كوباية الشاي الجميلة وما تنساش تنعنعها. اهلا بيك تاني عزيزي الاهلاوي والزملكاوي. مباراة القمة السنة دي جاية في ظروف استثنائية جدا جدا جدا. يعني هتلاقي الزمالك في المركز الاول والاهلي في المركز الثامن، ودي يخليك يا عزيزي الزملكاوي تقلق. تقول لي انت قصدك الاهلاوي بقى. سامعك كنت بتقول لي يا عم فوقوا بقى وانتوا بتكتبوا سكريبت الحلقة. بس هقول لك يا عزيزي، من امتى ماتشات القمة بتتحسب بمين اول ومين تاني ولا تالت؟ عندك نهائي القرن والزمالك معاه كتيبة اجرك الله يا صديقي، امام عاشور ومصطفى محمد وزيزو وشيكا وبن شرقي اللي ثلاثة منهم بقوا في الاهلي، ده غير طارق حامد وفرجاني ساسي. والاهلي كان رايح بمروان محسن راس حربة، فخلينا ساكتين. فهقول لك يا عزيزي الزملكاوي، معروفة الزمالك بيخسر من الاهلي يوم الجمعة واول يوم العيد، ولا هو احسن من الاهلي. معروف عمره الزمالك ما هيهنيك على فرحة. ده حتى لما الزمالك كان واكل الاخضر واليابس اكل 6-1 وبيبو وبشير وبيبو والجون. طيب معنى كلامك كده ان انا كاهلاوي المفروض اطمن؟ يا عم انت بالله عليك حكايتك حكايه، ما حدش فاهم اصلا ايه بيحصل لك ولا بيحصل ايه عندك. لا مدرب فالح ولا رئيس نادي عايز يكمل، ولاعيبه كل واحد واخد جنبه ومقموص اللي مش عاجبه مرتبه، مع ان اقل لاعب في الاهلي دلوقتي بياخد اعلى من اي لاعب في الزمالك، ما عدا عبد الله السعيد واخوان الفينا. يا عزيزي الاهلاوي متعودين عليكم بتكسبوا بروح الفانيلا الحمراء، بس هي بقى لها فتره مش شغاله. مش الفانيلا الحمراء، لا الروح عندكم مش شغاله. ده غير بقى الغيابات اللي عندك، بسم الله كده. غاب عندك امام عاشور اللي لسه مرجعش من كسر الترقوه، واخبار اصابته بفيروس ايه غير مشاكل التجديد اللي عاملها مع الاداره. زيزو اصابه في الضم، اشرف داري اصابه في الضم، جراديشار الام عضليه، قفشه اصابه في السمانه، محمد شكري عدم الجاهزيه الطبيه، كريم فؤاد عدم الجاهزيه الطبيه. حاسس ان انا في فيلم الناظر ونادي لم ينجح احد. وبما اننا جبنا سيره الغابات فيلا بقى بينا نروح لغابات الزمالك. محمد شحاته اصابه في الخلفيه ورغم ان عودته الا ان الجهاز الطبي اعلن عودته على ماتش غزل المحله. محمد السيد انضم لمنتخب مصر للشباب. بارون اوشينج عدم الجاهزيه الفنيه. محمود جهاد اعاده تاهيل. سيف الجزيري يانيك فيريرا قال له يا انا يا انت في النادي. فيلا بقى نشوف التشكيله المتوقعه. ولما اقول لك يا عزيزي التشكيله المتوقعه يعني بقول لك ايه هي التشكيله الصح اللي المفروض المدرب يلعب بيها علشان يكسب، وهقول لك ليه هي دي التشكيله الصح، وفي الاخر هقول لك المدربين هيختاروا ايه وهتبقى غلط ليه. نبدأ بصاحب الأرض النهاردة النادي الأهلي. هتلاقي في حراسة المرمى الشناوي أو شبير، مش هتفرق كتير لأن الاتنين عندهم أخطاء وعندهم تألقات، بس من الواضح إن كابتن عماد النحاس مقرر الشناوي الحارس الأساسي. وقلبي الدفاع ياسر إبراهيم، ده لأنه عامل أداءات قوية جدا وهو أفضل قلب دفاع في الأهلي حاليا. وجنبه أحمد رمضان بيكهام، ده لأنه أفضل لاعب بعد ياسر إبراهيم في الالتحامات الجسدية، ده غير إنه أطول مدافع عنده بعد غياب أشرف داري. فلو قرر إنه يلعب بالعش أو ياسين مرعي كقلب دفاع هيقابل الاهلي مشاكل كتير قوي قوي من الكروسات في وجود عودات دباغ، وخصوصا بقى في الضربات الركنيه مع وجود في الزمالك حسام عبد المجيد والونش وصلاح مصدق اللي غالبا هيبدا الماتش ده اساسي، ومركزه هيبقى مفاجاه يا عزيزي. وكده كده هيلعب بباك يمين محمد هاني، الا لو قرر يخسر الماتش ولعب عمر كمال اللي اوت اوف فورم بقاله كتير قوي قوي قوي، وباك شمال واللي هيقابل فيه مشكله بعد غياب كريم فؤاد، واصلا الاهلي ما عندوش ليه بديل، فممكن يلعب بمصطفى العش بقى زي ما كان بيلعب بقاله ماتشين. خلصنا كده الدفاع، نطلع بقى لخط النص واللي هتسمع الناس كلها معترض ان كابتن عماد النحاس لعب كذا ماتش باتنين ارتكاز مش واحد بس. بس انا رايي ان الماتش الزمالك لازم يعمل كده علشان يبقى الارتكاز قافل مع الباك الشمال للاهلي كل الفنتات اللي هيعملها اخوان الفينا واللي هتبقى مزعجه قوي، وبرضه يقطع كل الوان تو اللي هيعملها مع عبد الله السعيد او ناصر ماهر، وخصوصا ان الاهلي عنده اتنين من افضل لعيبه الارتكاز في الدوري، اليو ديانج ومروان عطيه. ده غير ان مروان يقدر يزيد ويبقى لاعب بوكس تو بوكس في التحولات. اه مش افضل حد، بس هيقدر يأدي الغرض.
واداهم صانع اللعب بن رمضان. طب هل يا عزيزي الاهلاوي ثلاثيه خط النص دي هي الافضل؟ هقول لك في حل تاني حلو جدا، بس هتحتاج جمل من المدرب علشان تجيب مع الفرقه نتيجه، وهي انه يلعب بمروان عطيه قصاده 2 لعيبه 8، احمد رضا وبن رمضان. وده لانهم غير قدراتهم على ايجاد حلول هجوميه، الا ان عندهم قدرات دفاعيه مش بطاله خالص، وهتبقى سرعه البساط بين الثلاثي بديل مناسب يخليك تقدر تتخلى عن الكساحه اليو ديانج. وفي خط الهجوم بن شرقي وتريزيجيه وطاهر. هتقولي طب وراس الحربه؟ انا قلت لك بقى ده الصح اللي المفروض يتعمل، يلعب بثلاثي هجومي من غير راس حربة كلاسيكي، ويبقى بيبدل طاهر وبن شرقي في اشغال مساحات راس الحرب، ويعتمد بقى على الاختراقات وسرعات الثلاثه في ضرب دفاعات الزمالك، عشان مش هتاكل عيش خالص لو فكرت ترفع عرضيات مع الاتنين عمدان النور اللي موجودين في المنطقه. ده غير ان شريف مش هنا خالص بقاله مده، ربنا يعينه بقى على دماغه ومشغوله بحاجات تانية ملهاش علاقه بالكوره خالص. حاسس بيك يا صديقي الزملكاوي وانت متوتر وانت بتسمع كل الافكار والحلول اللي بقولها دي في تشكيله الاهلي، بس ما تقلقش، عماد النحاس مش هيعمل منها حاجه. تعالى بقى يا عزيزي الزملكاوي نكلمك على التشكيله المتوقعه للزمالك. فهتلاقي في حراسه المرمى محمد صبحي اللي ما شاء الله عليه من الاداءات الممتازه اللي عاملها، بجد الثقه اللي واخدها انه بقى الحارس الاساسي مودياه في حته تانية، ما تستبعدش انك تشوف حارس للمنتخب قريب لو هو فضل مكمل كده. وقلبيه الدفاع حسام عبد المجيد والونش لو جاهز فنيا وبدنيا، ومش علشان محمد اسماعيل وحش، لا خالص، وبالعكس كمان مش هيبقى اختيار سيء خالص، بس زي ما قلت لك عن احتياج الزمالك للعيبه الطوال دي. وباك يمين عمر جابر مش صلاح مصدق، وده علشان عمر جابر واخوان الفينا مشغلين بعض كويس طول الموسم، وده اللي لازم يانيك فريرا يفكر فيه، ان اهم اسلحته تبقى شغاله كويس. وباك شمال بنتايج اللي لو محمد هاني اتقدم هياكل عيش حلو قوي في المساحات اللي وراه. خط النص بقى ده اللي هيبقى مفاجاه يا عزيزي، لاول مره لازم يلعب باتنين ارتجاز، دونجا اللي عامل اداء ينسيك دونجا اخر 3 سنين، وجنبه صلاح مصدق اللي هيديك امان دفاعي. وكمان ما تنساش ان لعيبه الاهلي كويره جدا جدا، فهتحتاج اكتر من واحد عشان يهدم لعبهم وتحضير الكرة قبل ما يبعتوها سرعات للهجوم. وهيلعب قصادهم بعبد الله السعيد او ناصر ماهر كلاعب 10، مع ان روح لعبد الله السعيد، وخصوصا هيبدا بادم كايد جناح شمال، واللي بيرجع يبقى لاعب صانع لعب من بره المنطقه اكتر منه جناح. وبيسيب الوينج بقى يبقى فيه بنتايج اللي بتحسه جناح هجومي مش باك خالص في الاوقات دي من الماتش. وطبعا خوان الفينا وعدي الدباغ، الا لو المدرب شاف حد فيهم اوت اوف فورم لسبب ما. خلينا بقى قبل ما نقول التشكيله المتوقعه للمدربين نقول ايه هي سيناريوهات الماتش. زي ما انت شايف التشكيلتين هتلاقي ان الاهلي عنده لعيبه كويره جدا، واللي هتخلي الاهلي يمسك كرة على الزمالك، وخصوصا في النص ساعه الاولى من الماتش. ولكن مع لعيبه الزمالك اللي هتبقى متماسكه دفاعيا اول شوط، وهتلاقيها بتعمل لو بلوك، الا ان في لعيبه هتعمل تحولات سريعه زي اخوان وبنتاي اللي هيعرفوا يطلعوا بمرتدات خطيره، وهتبقى مزعجه قوي للاهلي. ولو الشناوي ما فردش ايده في الكور دي، مش بعيد خالص الزمالك يخلص واحده منهم. طيب هل الضغط اللي الاهلي هيعمله ده مش هيعرف يخلص كرة او اتنين؟ ده هيعتمد بقى على عماد النحاس قرر يخاطر ولا لا. لو قرر يلعب بالثلاثي اليو ديانج ومروان عطيه وبن رمضان، فالاهلي هيخلص الشوط الاول بلا اهداف، الا لو حصل خطا دفاعي واضح من الزمالك، وده لان هيبقى فيه تحولات بطيئه جدا على الزمالك اللي هيقدروا يخلصوها قبل ما توصل للثلاثي الهجومي. طيب لو قرر يخاطر بقى ويلعب بالثلاثي مروان عطيه واحمد رضا وبن رمضان، هيقدروا يخطفوا جون من جمله تكتيكيه حلوه مع الحفاظ على الامان الدفاعي. بس لو قرر بقى يفتح الملعب ويلعب باليو ديانج وبن رمضان وتريزيجيه، ما تزعلش بقى لو حصل فيك اللي حصل في المصري، وسلم لي على الشهداء اللي معايا. طيب لو الكابتن عماد النحاس قرر يأمن قوي بقى ويلعب بإليو ديانج ومروان عطية ارتكاز، وعمل هو اللو بلوك وساب الكرة للزمالك، دي بقى هتبقى اصعد لحظات يانيك فرير. هو غالبا الشوط الاول هيخلص 0-0، بس هيقدر يضغط الاهلي في نص ملعبه، وده الزمالك شاطر فيه قوي من اول الموسم. ضغط متزن لكن بلا فايده هجوميه حقيقيه، وممكن كده بالحظ ينكش واحده ولا حاجه، بس ساعتها هيقدر يلعب كورته. ولو خلص الماتش تعادل وحافظ على فرق النقط بينه وبين الاهلي، ده يدي ثقه لعيبته للي جاي في السيزون. طب يا عزيز ده الشوط الاول، الشوط التاني ايه الكلام؟ كل مدرب يا صديقي سايب شويه اسلحه عنده على الدكه، مع ان الاهلي بسبب الغيابات الاسلحه الهجوميه هتبقى بعافيه شويه. وعلشان كده قلت لك ان لو الاهلي عمل اللو بلوك، فيريرا هيبقى فرحان لان الدكه عنده هيبقى فيها شويه حاجات بتلدع. عنده مثلا شيكو بانز اللي بيعمل حاجات بالكوره ما تتوقعهاش، حتى انها ممكن تفاجئك ايها الزملكاوي وتجيب لك جلطه. بس في اوقات كده انت محتاج حد يوتر لك الدفاع بعد ما كان الدفاع حس انه سيستم الماتش خلاص. وعندك برضو عبد الحميد معالي، مع اني شايف ان الماتش ده مش ماتش خالص، غير ان برضو عندك احمد حمدي اللي لسه بيرجع في الفورمه حبه حبه، وبرضو عندك واحد من الاتنين اللي مش هيبداوا الماتش زي عبد الله السعيد او ناصر ماهر، وبرضو عندك ناصر منسي اللي بيحبش باك الشناوي قوي قوي. وده بقى عكسك انت كاهلاوي اللي اسلحتك محدوده قوي زي شريف واحمد كوكا والشحات. لو ما بدأش فالاهلي مش هيقدر يغير حاجه في النتيجه من بعد الشوط الاول، فلو جاب اجوان هتبقى في الشوط الاول او بالكتير قوي لحد الدقيقه 60، من بعديها مش هيعمل حاجه خالص.
فيلا يا عزيزي بقى نتوقع تشكيلات المدربين قبل ما نختم بتوقع النتيجة. بدأنا بأصحاب الأرض مرة، نبدأ بقى بعزيزي الزملكاوي. هتلاقي كده تشكيلة يانيك فريرا. في حراسة المرمى محمد صبحي، قصاده قلبين الدفاع حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، وباك يمين صلاح مصدق، وباك شمال محمود بنتاي. ارتكاز وحيد دونجا، اتنين بوكس تو بوكس عبد الله السعيد وناصر ماهر، والثلاثي الهجومي اخوان الفين على اليمين وادم كاد على الشمال وعدي دباغ راس حرب. انما بقى تشكيله عماد النحاس هتلاقي في حراسه المرمى محمد الشناوي، وقلبي الدفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي، وباك يمين محمد هاني، وباك شمال احمد كوكا، واتنين ارتكاز اليو ديانج ومروان عطيه، وصانع اللعب طاهر، وعلى اليمين الشحات والشمال تريزيجيه، وراس حربة محمد شريف. وزي ما قلت لك الاتنين مدربين هيرتكبوا اخطاء في قرايه الماتش، ولكن يانيك فريرا هيقراه افضل بمخاطره اقل من عماد النحاس. فهتلاقي في الاخر الماتش بيميل ناحيه الزمالك، اللي اتوقع يخلص بعد ما الزمالك يحرز هدفين ويخلص النتيجه 2-0 او 2-1. وبس يا صديقي، لحد هنا خلص الاستوديو التحليلي السابق للماتش، واتمنى انه يعجبك اكتر من ان انا اطلع صح، وده لانك كملت معايا لحد هنا، واتمنى اسمع ارائكم في الكومنتات. يلا بقى، سلام.